النهاردة صديقي هيكون معانا قصة حقيقية حصلت سنة 1928. جرعة من الرعب هنشوفها دلوقتي مع بعض يا صديقي. جاهز؟ طب صلي على النبي ويلا بينا. في سنة 1928 في قرية هادية اسمها إيرلينج كان في شخص اسمه راب بيخرج من قبو الكنيسة في الليل، وكان واضح عليه إنه مرعوب جدا وخايف. كان بيقول دعاء لربنا وهو بيطلب الرحمة، وبعد كده دخل الكنيسة تاني وفتح باب غرفة، وفجأة ظهرت بنت طايرة في الهواء ووقفت على الحيطة. راب بسرعة قفل الباب وركب قلبه خوف. علشان نفهم ايه اللي حصل بنرجع لورا ب9 ايام. جو كان في مكتبه زي العادي، وفجأة دخل عليه قسيس كبير وسلمه ملف وقال له ان الملف ده فيه تقارير طبية لبنت اسمها إيما كانت بتشوف حاجات مرعبة ومفيش حد عارف يفسرها. كانت بيجيلها كوابيس بتفزعها في الليل، وكان عندها نوبات غضب عنيفة، وكان لسانها بيطلع لغات غريبة عمرها ما سمعتها قبل كده. في نفس الوقت كانت بتكره اي حاجة ليها علاقة بالدين بشكل غير طبيعي. اهلها اخدوها لدكاترة لكن ما لقوش فيها حاجة، فقرروا انها ملبوسة وراحوا الكنيسة يطلبوا المساعدة. الكنيسة قررت تعمل طقوس طرد الارواح. جو كان مش مقتنع بالقصة دي وقال للقسيس انه مش هو اللي هيعمل كده، لكن في قسيس اسمه ثيوفيلوس، واللي هنسميه فيلوس علشان اسمه طويل، كان عنده خبرة كبيرة في طرد الارواح وهو اللي هيتولى الموضوع. إيما وصلت الكنيسة وتم استقبالها من الراهبات اللي دخلوا بيها لأوضة مجهزة ليها. بعدها وصل الاب فيلوس وسلم على جو، وابتدوا يتكلموا مع كبير الراهبات اسمها باتريشيا عشان يتفقوا على الخطوات التالية. في اللحظة دي دخلت راهبة اسمها روز وكانت متوترة جدا، وقالت لهم انها لما راحت توصل الاكل لإيما رفضت تاكل، وكان رد فعلها عنيف وغريب. فهدأها جو وقال لها تروح اوضتها وهو يروح يشوف إيما بنفسه. جو دخل اوضة إيما وقدم نفسه ليها. إيما كانت هادية وطبيعية جدا، لكن جو لاحظ ان الترابيزة كانت وقعت على الارض وفي جنبها صندوق ورسائل كتيرة ملقاة على الارض. قالت له ان دي رسائل كتبتها لامها اللي ماتت. جو عدل الترابيزة وحط الرسائل في الصندوق، وبعدها حط الصندوق على الترابيزة. بعد كده إيما راحت على سريرها علشان تنام، وقرر جو انه يسيبها تستريح. لكنه لما وصل عند الباب سمع صوت غريب. لما بص وراه لقى ان الترابيزة رجعت وقعت على الارض تاني، والصندوق وقع، والرسائل رجعت على الارض زي ما كانت قبل ما يدخل. جو مش حط في دماغه الموضوع وخرج من الأوضة. الليلة اللي بعد كده قبل الجلسة الأولى مع إيما، فيلوس، جو والراهبات كانوا بيتكلموا عن إيما. فيلوس قال إن إيما عندها مشاكل كتيرة ولازم يسمعوا كلامه بالحرف أثناء الجلسة. فيلوس كان مقتنع إن البنت محتاجة علاج حقيقي بعد ما أهلها جربوا كل شيء معاه لكن مفيش تحسن، فكلهم وافقوا على الكلام ده ودخلوا على إيما. في الجلسة الأولى فيلوس بدأ يردد كلمات من الكتاب المقدس والراهبات رددوا وراه. إيما بدأت ترتعش وتتشنج، وبعد شوية بدأت تصرخ لحد ما أغشي عليها. فيلوس قال إن الجلسة خلصت وطلب منهم يرفعوها ويحطوها في سريرها. في اليوم التالي قبل الجلسة التانية فيلوس قال إن إيما كانت بتحارب أرواح، لكن جو مش متفق معاه وقال إن الأعراض اللي ظهرت على إيما ممكن تكون أعراض مرض الصرع. فيلوس قال له إن ده مش صح وإنها فعلا مسكونة. في الجلسة التانية بدأ فيلوس يردد الكلمات من الكتاب المقدس تاني، لكن إيما بدأت تتشنج زي المرة اللي فاتت، بس المرة دي بقت تبص بغضب لجو وفضلت تمسك في يده وتقول له بصوت عالي أنت هتتوب إمتى؟ فجأة مسكت روز من شعرها وقلبت عليها وعملت تصرفات غريبة جدا. بعد ما الجلسة خلصت جو بدأ يقتنع أكتر إن إيما فعلا عندها حاجة غريبة، لكنه فضل متردد في التعامل مع الموضوع ده. في الجلسة الثالثة دخلوا أوضة إيما علشان يعيدوا الجلسة. فيلوس بدأ يردد كلمات الكتاب المقدس، لكن إيما بدأت تتشنج وجسمها بقى زي الهياكل العظمية، وفجأة بدأت تتكلم بصوت مختلف. الروح اللي في جسدها بدأت تتكلم وقالت إن كل الموجودين في الأوضة ارتكبوا خطايا. فيلوس اتكلم معاها وقال لها أنت عايزة إيه من إيما؟ لكن الروح قالت له أنا عايزة تدمرها تموت نفسها. بعد كده الترابيزة طارت على الأرض، لكن فيلوس استمر في ترديد التعويذات. في اليوم اللي بعده جو بدأ يقتنع أكتر إن إيما فعلا مسكونة. وفي الجلسة الخامسة دخلوا يشوفوا إيما، لقوها على السرير بشكل غريب جدا، جسمها كان مليان إصابات وكان شكلها زي الأشباح بالظبط. جو طلب من فيلوس ينتظروا الدكتور، لكن فيلوس كان مقتنع إن الروح هي اللي عايزة يتوقفوا. في النهاية فيلوس قال لجول إن إيما اتلبست بسبب الحزن في طفولتها، وإن الأرواح لقت فرصة تدخل جسدها بسبب المعاملة السيئة من والدها. جو اقتنع بكلامه وبدأ يشعر بالأسف على إيما، لكن في النهاية قرروا إنهاء الجلسات. ولكن الجو كان حزين جدا على إيما وعلى حالتها. في اللحظة دي بتيجي باتريشيا وبتتصدم من اللي هي شافته، وبتقعد مع فيلوس وجو وبتقول لهم إنه مهما كان اللي بيحصل هي شايفة إن الأمور بتروح من سيء لأسوأ. ده غير إن الناس حواليهم بدأ يقلقوا ويشتكوا، وده يخليهم يشكوا إن الكنيسة مسكونة بالأرواح، وده طبعا مش في مصلحة الكنيسة وهيخلي سمعتها وحشة. بلغت فيلوس إنه قدامه أسبوع واحد بس، لو ما قدرش يعالج البنت دي ياخدها ويشيلها من المكان. فيلوس بيقول لها إنه مش قادر يضمن إنه يخلص الموضوع في خلال أسبوع، فبتقول له خلاص ينقلها للأوضة اللي في القبو عشان محدش يسمع الأصوات اللي هي بتعملها ولا الحاجات الغريبة اللي بتحصل. فيلوس بيوافق لأنه مفيش قدامه أي حل تاني. بعدها بيجي ميعاد الجلسة الجديدة، والمرة دي الروح اللي جوه إيما بتبص ناحية جو بغضب كده وكأنها عايزة تهجم عليه، وتفضل تزعق له وتقول له إن النهارده كان قاعد مع روز وحط إيده على راسها علشان
علشان يطمن على اصابتها، والمفروض انه راهب وممنوع عليه انه يلمس بشره اي ست غريبه عنه، وكده هو ارتكب خطيئه. هنا روز بتتكسف وبتسيب المكان وبتمشي، اما جو فبيتعصب وبيفضل يزعل ايما. بعد كده بيخرجوا فلوس بره المكان، وده نفس المشهد اللي شفناه في الاول. فيلوس بيحط ايده على راس ايما وبيبدا يردد التعويذه لحد ما بتهدى، لكن فجاه بتتحرر ايما من قيودها وبتقوم من على السرير وبتضرب الراهبه اللي قدامها وبتطلع تجري وتتعلق في الحيطه زي القرود كده. ودي هي اللحظه اللي رجع فيها جو للاوضه، ولما شافها قفل الباب بسرعه زي ما حصل في الاول. المهم ان فيلوس بيقرب من ايما وبيتكلم معاها لحد ما بتهدأ وبيغمى عليها. الجلسه بتخلص على كده وكل شيء بيرجع لطبيعته. لكن بالليل فيلوس بيكون في اوضته، وفجاه بيلاقي حد واقف عند باب الاوضه ومش باين ملامحه، وبيكلمه بصوت مخيف كده وبيقول له لو كملت في اللي انت بتعمله انت هتموت. فيلوس بيبان عليه التوتر، لكن بيفضل في مكانه وما بيعملش اي حاجه لان الكائن ده بيختفي في الوقت ده. بنشوف بعد كده روز وهي بتقوم من على سريرها لكن مش في وعيها، وكأن حد مسيطر عليها. بتروح تدخل الحمام وتبص في المرايه، وفجاه المرايه بتتكسر لوحدها. بتصحى زميلتها على صوت كسر المرايه وبتدخل علشان تشوف ايه اللي بيحصل وبتتكلم مع روز، لكن روز واقفه زي ما تكون مش سامعه اي حاجه. وفجاه روز بتفوق وبتصرخ بصوت عالي. بيسمع جو صوت صرختها وبيقوم مفزوع من النوم، وفجاه بيسمع اصوات غريبه في الاوضه وبيبدا يدور في الاوضه لكن ما بيلاقيش حد. لكن فجاه بيلاقي المرايه بتتكسر لوحدها زي ما حصل مع روز بالظبط، وفجاه بيظهر ليه شبح اما في ركن الاوضه فيخاف ويترعب ويداري وشه. بعد كده بيحس بحاجه بتمشي في دراعه بشكل مخيف، فبيجي لحد يعور نفسه علشان يطلع الحاجه دي من جسمه وبيقع على الارض وبيفقد الوعي. الليله بتخلص على كده. تاني يوم جو بيروح لفيلوس وبيحكي له عن اللي حصل معاه. بيقول له انا لا قادر اكل ولا قادر اشرب ولا قادر افكر، حياتي اتشقلبت. فيعطيه كوب ماء عشان يشربه ويهدي اعصابه. المفروض يديله كوب ليمون. يعني مش عارف الميه هتهديله اعصابه ازاي. المهم بيعرفوا ان اللي هو فيه ده من شغل الارواح الشريره اللي عايزه تتسيطر على تفكيره علشان بعدها يلبسوه هو كمان. فانصحوا انه يقاوم التهيؤات اللي بيشوفها على قد ما يقدر. في نفس الوقت اما بتقوم على سريرها وهي بتعيط وبتحاول تصب ماء في الكوبايه عشان تشرب، لكن ايدها بترعش جدا وما بتقدرش تمسك حاجه، فتتعصب وتبدا تكسر كل حاجه في الاوضه حواليها لانها زهقت من اللي بيحصل لها ده، وبتقعد على الارض وتفضل تعيط. في الوقت ده بيدخل عليها حد لكن ما بنشوفوش، وبعدها بيظهر انه هو فيلوس. بياخدها وبيقعد معاها في جنينه الكنيسه لوحدهم وبيواسيها وبيقول لها انه هيخلصها من العذاب اللي هي فيه. بتقول له انها حاسه انها مش هتخلص من الارواح اللي ساكنه في جسمها دي للابد، لكن فيلوس بيطلب منها تكون قويه وما تفقدش ايمانها. بالليل فيلوس بيتكلم مع جو والراهبات وبيقول لهم ان الجلسه دي هتكون اطول من الجلسات اللي فاتت. مش هنسيب الروح الشريره غير لما نطردها من جوه جسم ايما. المره دي بيبداوا الجلسه وفيلوس بيتكلم مع الارواح اللي ساكنه في جسم ايما وبيطلب منهم انهم يخرجوا من جسمها ويسيبوها في حالها. ايما بتعيط وبتتكلم مع واحده من الراهبات وبتستعطفها علشان تخلصها من العذاب اللي هي فيه. الراهبه بتبدا تتعاطف معاها، لكن فيلوس بيقول لها ما تسمعيش كلامها لان ده فخ، وان اللي بتكلمها دي روح شريره مش ايما. بالفعل فيلوس كان عنده حق لان صوت ايما بيتغير وبتتكلم مع الراهبه بطريقه مش كويسه وبتزق السرير وبتخبطها وبتوقعها على الارض، وبعدها بتفضل تضحك. بعد شويه بياخدوا بريك عشان يرتاحوا ويرجعوا يكملوا الجلسه. الصدمه بقى انهم لما بيرجعوا بيكتشفوا ان ايما هربت من باب السرداب. بيروح فيلوس وروز وجو وراها وبيدوروا عليها لحد ما بيلاقوها واقعه على الارض وقطع النفس. فيلوس بيقول ان في حاجه محشوره في زورها بتمنعها انها تتنفس، فبيضربها على ظهرها لحد ما بتطلع حاجه نباتيه شبه اللفت او حاجه زي كده كانت بلعتها. المهم الحاجه دي بتخرج من بقها وبتقدر انها تتنفس بشكل طبيعي. المفاجاه بقى ان ايما بتتحول لان عينيها بتتقلب وشكلها بيبقى زي الاشباح، وفيلوس بيردد التعويذه. وقتها ايما بتترعش وجسمها بيرتفع لفوق وبتتشنج وبتصرخ وتمد ايديها وتمسك فيلوس كانها بتطلب منه يساعدها. الكتاب بيقع منه على الارض لانها شديده القوه، وهنا جو بيمسك الكتاب وبيردد هو التعويذه بدل فيلوس. فجاه بيخرج دخان اسود من جسم ايما، وده تقريبا هو الارواح اللي كانت جواها. بعدها ايما بتهدى وبيغمى عليها، لكن فيلوس بيفوقها وبيسالها انت كويسه؟ بتقول له هي بتعيط انها رجعت لطبيعتها اخيرا. فيلوس بيكون متاثر وبيعيط من كتر فرحته انه انقذ ايما وطرد الارواح من جسمها. بعد كده بتيجي كبير الراهبات وكلهم بيتجمعوا حوالين ايما وهم مبسوطين انها خفت والارواح خرجت من جسمها. اما جو فكان قاعد مصدوم وفي حاله ذهول من اللي حصل لانه مش مستوعب ان قصه الارواح دي طلعت حقيقيه. في النهايه بيخلص الفيلم.